أكد الإعلامي الرياضي حفيظ الدراجي أن المباراة الدولية الودية المقررة في 16 أكتوبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ضد منتخب مصر مهددة بالإلغاء، ولم تخضع لعقد يحفظ حقوق الطرفين. وأوضح دراجي في مقال له نشر على موقع الجزائر الآن أن قرار تنظيم مباراة ودية ضد منتخب مصر تم اتخاذه هاتفيا قبل أن يستدرك وليد صادي الأمر ويهدد الاتحاد المصري بإلغاء المباراة إذا لم تتم الموافقة على شروط الاتحاد الجزائري التي تضمن له مداخيل لا تقل عن 100,000 دولار، وتضمن للتلفزيون العمومي الحق في بث المباراة. وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل وجزئيات أخرى تتعلق بمداخيل عملية بيع التذاكر وحقوق البث التلفزيوني والإشهار المرتبط بالمباراة الودية، معتبرا إجراء المباراة في الإمارات لغزا محيرا. وكشف حفيظ دراجي أن هناك الكثير من المباريات الودية السابقة التي تم تنظيمها دون مقابل موثق في عقود كما هو متعارف عليه يضمن حقوق وواجبات وعائدات مالية. المفتشون التابعون لرئاسة الجمهورية ووزارة المالية، يضيف معلق قنوات بي إن سبورتس، يحققون في كل العقود والصفقات التي تم إبرامها على مدى 7 سنوات مضت غابت فيها الشفافية حسب تقديرهم، ولم يلتزم أصحابها بالإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك العقود التي أبرمت مع شركة أديداس للألبسة الرياضية والمقاولين الذين تكفلوا بإنجاز الأكاديميات وإعادة ترميم مركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى. وقال دراجي إن كل هذه الأمور تقود المتتبعين للحديث عن إفلاس أخلاقي قبل المالي والفني على مستوى هيئة كروية كانت مختطفة للأسف الشديد يتطلب استرجاعها وقتا وجهدا ومالا لم يعد موجود في خزائنها في الوقت الراهن.